في زمن كثرت فيه الخوازيق، رجل واحد مهندس واحد مدرب على ترويضها، يعرف خباياها، يضحي بنفسه من أجل البشرية. عمرو خاطر في رحلة للبحث عن ما وراء الخازوق في سكة سفر. يا مساء الخير أو صباح الخير عليكم حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. أنا عمرو خاطر ودي سكة سفر. أولا بشكركم على ردود الأفعال على حلقتي أنا وفاروق. من أكتر الحلقات اللي استمتعت بيها جدا. في 2 عملوا على الفوت إنهم مش عايزين فاروق تاني، فياريت تجيبوا لي أساميهم وعناوينهم عشان أفهمهم غلطهم. بس الحلقة كانت حلوة جدا وأنا استمتعت بيها جدا ومبسوط إن هي عجبتكم. إن شاء الله نقدر نظبط وقت تاني ونعمل حلقات تانية مع فاروق. تقريبا مفيش حلقة عدت علينا هنا في البودكاست إلا واتكلمنا إن في حاجتين مهمين جدا في أي علاقة، وهما سبب كل المشاكل وهما الحلول في نفس الوقت، اللي هما الكوميونيكيشن أو التواصل مع الطرف التاني، والباوندريز أو الحدود في العلاقات ما بيننا وبين الناس. النهاردة هنتكلم عن موضوع الباوندريز ده، بس قبل ما ندخل في موضوع الباوندريز في حقوق كده عندنا كلنا بتغيب على الناس، إن هي الحاجات دي أصلا من حقنا. أول حاجة إن أنت من حقك ان انت تحتاج حاجات من الناس. محدش بيعرف يعيش من غير الناس التانية، محدش يعرف يعيش لوحده، كل الناس عندها احتياجاتها، فمن حقك طبيعي جدا يبقى عندك احتياجات. من حقك ان انت تحس وتعبر عن احساسك ده وعن اوجاعك بحريه، من غير ما حد يقول لك ايه يا عم انت هتفضل تشكي طول النهار، انت تقرفنا وبتاع. ده حق عندك ان انت تعبر عن احساسك في اي وقت. من حقك ان انت يبقى عندك اراء ومعتقدات حتى لو مختلفه عن اراء ومعتقدات الناس التانية. من حقك ان انت تعترض على طريقه معامله حد تاني ليك، او حتى الطريقه اللي بينقدك بيها. يعني لو مش مريحة بالنسبة لك من حقك ان انت تعترض على ده. من حقك ان انت تطلب مساعدة او مساندة او اي حاجة من الاشخاص اللي حواليك. من حقهم ان هم يقولوا لا، مش لازم ان انت تاخدها في كل وقت او تاخد المساعدة لما تطلبها، بس من حقك ان انت تطلب. من حقك ان انت ما تبررش نفسك ولا افعالك للناس. العلاقات اللي بتبقى يعني مهلكة جدا بالنسبة لي هي العلاقات اللي انا بحس ان انا مضطر ابرر نفسي طول الوقت وابرر افعالي طول الوقت. فانت مش مضطر تبرر نفسك وتبرر افعالك للناس طالما انت مقتنع بيها. من حقك انت تختار امتى ترد على سؤال، امتى تتفاعل مع موقف، في الوقت اللي انت تحدده انت، في الوقت اللي انت شايفه مريح بالنسبه لك، مش في الوقت اللي الطرف التاني عايزك تعمله. من حقك ان انت تحط نفسك الاول. انا عارف ان دي ممكن تبقى حقيقه صادمه للبعض، مش انانيه ان انت تحط نفسك الاول، لا، لازم تحط نفسك الاول في بعض الحاجات. من حقك تكون ان انت المتحكم الاساسي في حياتك، او الحكم الاساسي على الفاليديتي او احقيتك في الشعور بالمشاعر دي والمعتقدات دي. دول بتوعك انت، ده احساسك انت، ما تخليش حد تاني يقولك المفروض انت تحس بايه. من حقك ان انت تخوض تجربتك الخاصة حتى لو مختلفة عن كل الناس التانية. من حقك تجرب بنفسك وتشوف. من حقك تقول لا، وده ما يخليكش شخص سيء وما يخليكش شخص اناني. حقك في اي وقت تقول لا. من حقك ان انت ترفض تحمل مسؤولية الاخطاء بتاعت الناس التانية، يعني كل واحد يشيل شيلته. من حقك ان انت تخيب امال الناس التانية فيك لو ده في مصلحتك انت، يعني مش لازم تعيش انت لتوقعات الناس اللي حواليك، عيش لتوقعاتك انت. من حقك تبقى اقل من ابن خالتك وما تتفوقش عليه، عادي جدا، ربنا يبارك له، انا مقتنع باللي انا بعمله فده اللي مريحني. طيب عشان يبقى عندنا اصلا حدود صحية لازم أول حاجة نبقى عارفين إحنا عايزين إيه. فتمرين كده سريع تعمله مع نفسك، إن أنت تقعد تفكر في موقف سخيف حصل لك مع أي حد والموقف ده خلاك تحس بشعور سيء. ابدأ بقى، هات ورقة وقلم واكتب كل المشاعر اللي أنت حسيتها دي بالتفصيل، حطها في كلام مكتوب كده قدامك. بعد كده فكر مع نفسك أنت محتاج من الطرف التاني ده إيه، محتاجه يعمل إيه أكتر، محتاجه يقلل إيه، محتاجه يبدأ يقولك إيه، محتاجه يعمل لك ايه الحاجات اللي انت محتاجها على فترات كل قد ايه، ويبدا ازاي ويبدا امتى ويبدا فين. وحاول تتواصل مع الشخص التاني ده وتقول له اللي انت وصلت له. قول له والله انا محتاج منك 1 2 3، الموقف اللي حصل ده حسسني باحساس مش لطيف، حسيت 1 2 3 وهكذا. طيب احنا خلي بالكم دي عامله الحاجتين مع بعض، عامله الباوندريز مع الكوميونيكيشن. طب ليه احنا اصلا محتاجين باوندريز او ليه محتاجين حدود في حياتنا؟ زي ما كل دوله كده في العالم ليها حدود معينه ما ينفعش حد يخترقها غير بفيزا وفي سياده الدوله عليها والكلام ده كله. الحدود بتحمي ثقتك لنفسك وبتحميك
وبتحمي احترامك لنفسك. الحدود بتحمي مساحتك النفسية ومساحتك الشخصية ومساحتك الجسمانية. مساحتك الجسمانية، المساحة الفيزيكال اللي انت فيها من تدخل غير مرغوب. الحدود او الباوندريز بتديك ثقة في نفسك، بتديك احترام زيادة لنفسك، بتخليك تختار تشارك ايه من معلوماتك الشخصية او من قصة حياتك مع الناس، وتشاركها ازاي، وتشاركها واحدة واحدة بالتدريج في علاقة قائمة في الاساس على الاحترام والثقة والمشاركة المتبادلة. الحدود بتحمي زي ما قلت لك مساحتك الشخصية من ان حد يتدخل فيها، بتخليك في علاقات متكافئة مع كل الناس، بتتشارك المسؤولية، بتتشارك ال بيسموها ايه، القوة في العلاقات. الحدود بتخليك حازم وواثق كده في نفسك. لما بتقول لا بتبقى فعلا قاصد انت تقول لا، ولما توافق على حاجه وتقول ايوه بتبقى فعلا قاصد ان انت توافق على الحاجه دي. وكمان بتخليك لما حد يقول لك لا تبقى متفهم الطرف التاني من غير ما تزعل او تتضايق. طيب، تعرف منين ان كان عندك حدود ضعيفه او ما عندكش حدود اصلا؟ هقول لك كده شويه صفات، هقول لكم كده شويه صفات ممكن تبقى موجوده في كل الناس اللي عندها مشاكل في الباوندريز بتاعتها. الناس دي دايما بتحط احتياجات الناس التانية قبل احتياجات. بتلاقي نفسك مش عارف تقول لا، بتخلي الناس هي اللي تتكلم وترد عنك. يعني مثلا لو انت في مطعم تاكلوا يا جماعه، تلاقي اللي جنبك هو اللي عمل لك الاوردر، او لو حد بيسأل سؤال ليك انت تلاقي حد من اللي جنبك بيجاوب عنك. بتلاقي نفسك بتعمل المجهود الاكبر في حاجات في العلاقات، في حاجات الطرف التاني هو المفروض يعملها اصلا مش انت. بيبقى عندك احساس ضعيف بذاتك، وبتستمد شعورك بنفسك من الطريقه اللي الناس التانية بتتعامل بيها معاك. بتلاقي نفسك اول ما بتتعرف على حد جديد بتحكي له قصه حياتك بعد 5 دقايق كده. وفي نفس الوقت ما بتسمحش لنفسك ان انت تقول للناس انت محتاج ايه او عايز ايه بصراحه. بتلاقي نفسك دايما بتوافق على كلام الناس التانية عشان تتجنب المشاكل او تتجنب الصدام او تتجنب الخناقه. حياتك كلها بتتحول لان انت راكب جنب سواق التاكسي وهو عمال يقول لك كلام اصلا ضد معتقداتك وضد كل حاجه في الدنيا، وانت بتهز دماغك وتقول له ان شاء الله ان شاء الله ربنا يولي من يصلح، عشان خاطر بس مش عايز تدخل في مشاكل. بتخاف تقول لا دايما بدافع الذنب او الخوف، اللي هو انا خايف اقول لا فالناس اللي حواليا تسيبني، او انا ما ينفعش اقول لا لان المفروض ان انا اعمل كده. بتتقبل معاملة زي الزفت من الناس اللي حواليك وشايف ان هو ده عادي. بتحاول تصلح مشاكل الناس كلها وتحاول تصلح الناس نفسهم. ما عندكش ثقة في نفسك، ودايما حاسس ان سعادة الناس اللي حواليك هي مسؤوليتك انت. طيب، لو عندك اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها دي جزء او شوية منها، فانت عندك مشاكل في الباوندريز بتاعتك. طيب، هل في انواع بقى للباوندريز؟ في انواع. طيب، اول نوع معانا هو النوع البورس او المسامية، او اللي هي سهل اختراقها، حدود سهل اختراقها، مخرومه يعني منفسه من كل حته. الناس اللي عندها النوع ده من الباوندريز دايما خايفه من الريجكشن، خايفه ما تعملش اللي الناس التانية عايزاها للناس تمشي. دايما بيأوفر شيرو، بيحكوا زي ما قلنا تاريخ حياتهم في 5 دقايق. ما بيقدرش يقول لا، بيدخل نفسه زياده عن اللزوم في مشاكل الناس التانية، معتمد دايما على رأي الناس التانية فيه، وبيتقبل الإساءة من الناس التانية، ويتقبل قلة الاحترام برضو من الناس التانية، وممكن يقلبها تريقة وها ها ها وبتاع. النوع التاني هو على العكس تماما، الحدود الريجيد أو الحدود الصلبة. الشخص ده بيتجنب الانتمسي أو الحميمية على قد ما يقدر، ما بيحاولش يقرب من الناس، عمره أو نادرا ما بيطلب مساعدة من حد، علاقاته محدودة جدا. دايما بيحمي معلوماته الشخصية كأنها سر حربي. يا إما بيقول معلومات بالقطارة يا اما ما بيقولش خالص، شخصيه غامضه كده. دايما بيبان منفصل عن الناس، حتى الناس المرتبط بيها. دايما بيخلي مسافه بينه وبين الناس عشان يتجنب الريجكشن او الرفض. النوع الثالث هو النوع اللي احنا عايزينه يبقى في حياتنا، وهو الهيلثي باوندريز او الحدود الصحيه. النوع ده من الحدود بيبقى عباره عن ايه؟ بتقدر وبتحترم آراء الناس التانية زي ما بتقدر وبتحترم آرائك، ما بتستمدش قيمتك من الناس التانية. بتشارك معلوماتك الشخصية بطريقة صحية، لا بتأفور في المشاركة ولا بالقطارة في المشاركة. يعني مش أول ما تشوف حد تقول له إيه ده تعالى ما أحكي لك حصل لي إيه في تانية ابتدائي، ولا اللي هو أنت اسمك إيه مالكش دعوة. حاجة كده رايح جاي، الكلام رايح جاي، بنشارك عارف هو محتاج إيه وعارف هو عايز إيه، وبيعرف يقول للناس هو عايز ايه وهو محتاج ايه. بيتقبل الرفض عادي جدا، وعادي جدا الناس تقول له لا. طيب، انواع الحدود دي
ليها علاقه بحاجه اسمها الاتاتشمنت ثيوري او نظريه التعلق. ايه بقى النظريه دي؟ احنا اول ارتباط بيحصل ما بيننا وبين اي حد في الدنيا كبشر هو ارتباطنا باهالينا او الكير جيفرز او الناس اللي بتربينا واحنا صغيرين. ده بيحدد نوع الاتاتشمنت بتاعنا او نوع التعلق بتاعنا باقي حياتنا. في ابحاث اتعملت وقدرت تلاقي ان نوع الارتباط او التعلق مع اهالينا كاطفال بيبين الباترنز او الحاجات اللي ممكن نعملها او الانماط اللي ممكن نقع فيها واحنا كبار. ازاي بقى؟ اول نوع من انواع التعلق اللي هنتكلم عنه النهارده هو الانشس اتاتشمنت ستايل او اسلوب التعلق القلق المبني على الانزايتي او مبني على القلق. ده بيبان في الاطفال على هيئه تعلق شديد جدا بالكير جيفرز اللي هم الاب او الام او الشخص اللي بيهتم بيه. الطفل قاعد بروتة كده بيخاف يجرب حاجات، بيخاف يكتشف حاجات جديده مقارنه بالاطفال التانية. الطفل على طول شكله قلقان. الطفل بيعيط لما الشخص اللي متعلق بيه سواء الاب او الام يخرج ويسيبه او يغيب عن نظره. الطفل دايما عنده قله ثقه في نفسه وخوف من الاباندمنت، خايف الناس تسيبه وتمشي. ده بقى بينعكس علينا ازاي واحنا شحوط اكبر بقى كده؟ دايما بتلاقي نفسك خايف وقلقان من الرفض او الناس تسيبك. دايما بتلاقي نفسك نيدي او محتاج حاجات كتير قوي من الناس، محتاج الناس اللي في حياتك دايما يطمنوك انهم بيحبوك ومش هيمشوا وانهم مش زعلانين منك. دايما بتخاف من الافعال والمود بتاع شريك حياتك واي حاجه بيعملها بتاخدها بشكل شخصي. نوع التعلق التاني هو الافويدنت اتاتشمنت ستايل او التعلق التجنب في التعلق او اسلوب التعلق التجنب ايا كان بقى بالعربي هيبقى عامل ازاي. بيبان في الاطفال على شكل طفل بيتجنب عيلته على قد ما يقدر، ما بيحبش يقعد معاهم. الطفل ما بيدورش على تواصل او راحه او على طبطبه من الاهل. ده دايما بيبقى نتيجه الاهل ما وفروش احتياجات الطفل، فالطفل اتعلم ان هو ما يثقش في حد. لما بنكبر التجنب ده بيظهر على هيئه ايه؟ خوف من الانتمسي، خوف من الحميميه، خوف ان انت بتقرب من اي حد او تخلي حد يقرب لك. بتدي مشاعر على القد او ما بتديش مشاعر خالص في العلاقات العاطفيه ولا الاجتماعيه. ما بتعوزش او ما بتحسش ان انت محتاج تشارك افكارك او مشاعرك مع حد. ما بتقدرش تعمل ده، بتقفل على نفسك. دي بقى بتبقى كارثه لو حد انشس او عنده نظام الانشس اتاتشمنت ستايل ارتبط بحد افويدنت اتاتشمنت ستايل. في حد طول الوقت محتاج حد، الاثنين عكس بعض تماما. في حد طول الوقت محتاج حد يطمنه، حد يقول له ان انا مش زعلان منك، ان انا بحبك، محتاج اشورنس طول الوقت. والشخص التاني ما بيحبش يطلع مشاعر، ما بيحبش يقرب من الناس، ما بيحبش يبقى انتمت مع الناس التانية. طب بعد ما عرفنا كل الحاجات دي نعمل ايه؟ في 6 مهارات كده لازم تتعلمهم وتحاول تطبقهم في حياتك. اول حاجة واهم حاجة لازم تعرف انت عايز ايه. لما تعرف انت عايز ايه هتعرف تتعلم الطريقه اللي بعد كده ان هو تطلب انت محتاج ايه بالظبط من الناس اللي حواليك. الحاجات اللي فيها تضارب مصالح ما بينك وبين الطرف التاني لازم تتعلم تتفاوض. دي المهاره الثالثه، مهاره التفاوض او كومبرومايز. العلاقات مش دايما كل واحد هياخد كل اللي نفسه فيه 100%، وده يرجع تاني برضو للحاجات الحاجات اللي انت بتتعلم ان انت تعرف انت عايز ايه. لازم تعرف ايه الحاجات المهمه بالنسبه لك ما تعرفش تستغنى عنها، ايه الحاجات اللي تقدر تستغنى عنها، وايه الحاجات اللي ممكن تتفاوض فيها. لما تعرف نفسك كويس هتعرف تطلب اللي انت محتاجه وهتعرف تتفاوض في الحاجات اللي انت مش عارف تاخدها من الطرف التاني. رابع حاجة ودي مهمة برضو ان انت تعرف الطرف التاني عايز ايه، محتاج ايه، بيحب ايه، نفسه في ايه، بيخاف من ايه. لان يا جماعة اللوف لانجوج دايما مختلفة او لغة الحب ولغة التواصل مختلفة تماما من شخص للتاني. يعني في حد ممكن الناس بتقولك الاهتمام ما بيطلبش، لا هو الاهتمام بيطلب عادي، لان ممكن حد يكون من وجهة نظره هو بيهتم بيك بطريقته، انا بعمل 1 2 3 فده اهتمام من ناحيتي، بس انت لغة الحب بتاعتك مختلفة تماما عنه، فهو بينفخ في قربة مقطوعة، هو بيعمل مجهود في حاجه غلط تماما. فلما انتوا تتواصلوا مع بعض تقول له انا بحب 1 2 3 وهو يقول لك انا بحب 1 2 3، انا بخاف من 1 2 3 وانا بخاف من 1 2 3، هتعرفوا توصلوا لحاجه ان بتوين. خامس حاجه لازم تتعلم تقول لا من غير ما تحس بالذنب. سادس حاجه اتصرف طبعا لقيمك انت الشخصيه مش عشان ترضي الناس. يعني لما تعمل حاجه بتعملها عشان انت عايز تعملها مش عشان الناس اللي حواليك عايزينك تعمل كده. طيب ازاي بقى نعمل حدود؟ اول حاجه زي ما قلت لك لازم تقول احتياجاتك للناس. محدش مايند ريدر، محدش بيقرا الافكار. لازم تبقى عارف انت عايز ايه وتوصل احتياجاتك ده للناس. لازم يبقى عندك فهم لذاتك زي ما قلنا. لازم تحط الحدود. لما تحط باوندريز في علاقة مثلا بتحط حدود تساعد العلاقة ككل، تساعد الريليشن شيب اللي انت فيها، ما تساعدكش انت بس وما تساعدش الطرف التاني بس. اهم حاجة تحترم حدود الناس التانية. زي ما قلت لك اعمل لستة بقيمك الشخصية المهمة بالنسبة لك، وايه بقى الحاجات والاوقات اللي انت محتاج الحاجات دي فيها تحصل من الطرف التاني. لازم تعرف ان انت مش مسؤول عن مشاعر الاخرين. مش قصدي ان انت تبقى شخص يعني اجريسيف او بجح وماشي تشتم في الناس تقول انا ماليش دعوه بمشاعر الناس،
لأ، أنا قصدي لو حد زعلان أو حد متضايق ده مش شرط يكون بسببك، مش مسؤوليتك، مش متعلقة بيك أنت خالص. لمّا حد الناس اللي بيبقى عندها anxious attachment style لمّا بيشوف حد زعلان بيبقى دايمًا فاكر إن هو بسببي، أنا اللي زعّلته فهو هيسيبني ويمشي. ركّز إن أنت تحط نَفْسك الأول، بطّل تحاول تحمي كل الناس من الأذى وتنسى نَفْسك، أنت أهم شخص في حياتك. بطّل دايمًا تبقى حمامة السلام، فدايمًا تيجي على نَفْسك وتتنازل أكتر عشان تحافظ على السلم العام في الrelation أو أيًا كان اللي أنت فيه. مش لازم كل الناس كيميتها تضبط، ده درس مهم جدًا لازم تتعلمه، مش كل الناس لازم تحبك ولا أنت لازم تحب كل الناس. قُل لأ للحاجات اللي مش هتفيدك في حاجة، فضّي نَفْسك وفضّي الأيوه بتاعتك للحاجات اللي أنت بتحبها والحاجات اللي هتفيدك، دي مش أنانية خالص. حب نَفْسك، حُط نَفْسك الأول، اهتم بنَفْسك، زي ما قُلت لك أنت أهم شخص في حياتك. إحنا اتعودنا للأسف إن إنكار الذات دي حاجة نبيلة جدًا، وهي حاجة نبيلة وكل حاجة، بس مش شرط نيجي على نَفْسنا طول الوقت عشان نرضي الناس. ما تاخدش قرارات أبدًا بدافع الخوف أو الذنب، خُد قراراتك بدافع الثقة والتقبُّل والمسؤولية. خُد قرارك لإن أنت عايز تعمل حاجة أو مش عايز تعملها، مش عشان خايف من ردود الناس أو خايف إن هم يزعلوا أو خايف إن هم يسيبوك ويمشوا. لو أنت حاسس إن أنت موجود في علاقة هشة جدًا والعلاقة دي هتخسرها لمجرد إن في حاجة أنت مش عايز تعملها وقُلت فيها لأ، فاسأل نفسك هل دي علاقة أنت مستعد تخسر نفسك عشانها هشة لدرجة إن أنت لمّا تقول لأ في حاجة الناس دي هتمشي؟ قبل ما نقفل الحلقة محتاج أتكلم عن 4 خرافات في موضوع الboundaries ده الناس دايمًا بتبقى فاكرة إن هم موجودين. أول حاجة إن أنا لو محتاج حاجة من حد فده معناه إن أنا فيها حاجة غلط أو في حاجة وحشة أو في حاجة ناقصة، خالص. كونك تحتاج حاجة ده شيء طبيعي، إحنا مش عايشين لوحدنا، البني آدم كائن اجتماعي. ما يعرفش يعيش لوحده، احنا دايما بنعيش في communities، فاحنا اكيد هنبقى محتاجين ناس في حاجات والناس هتبقى محتاجانا في حاجات. من حقك ان انت يبقى عندك احتياجات ومن حقك ان انت تعبر عن احتياجاتك دي ومن حقك ان انت تطلب. تاني خرافة ان انا مش هقدر استحمل لو الطرف اللي قدامي زعل مني او قال لي لا. مبدئيا كده فكر في كل المرات اللي انت تعرضت فيها الريجكشن او رفض، يعني كانت صعبة. الريجكشن ده حاجة بنت كلب وحاجة يعني سيئة جدا، بس عدت صح، ما متش انت يعني لما رحت قلت للبنت تعالي نشرب قهوة مع بعض قالت لك لا. ما متش لما رحت للكراش بتاعتك قلت لها والله I have a crush on you قالت لك لا. ما متش لما رحت قدمت على شغل واترفضت. انا بقولش الريجكشن الطف حاجه في الدنيا، بس الريجكشن جزء من الحياه. لازم تحط في دماغك ان انت زي ما انت من حقك تقول لا، من حق الطرف التاني يقول لا. الموضوع 50-50 تماما. واي حاجه بتاخدها في الدنيا بتحتمل الحاجتين. اي قرار بيحتمل انه يبقى صح او يبقى غلط. اي طلب في الدنيا متعرض ان هو يقابل ب 50% اه و50% لا. لما تحط ده في دماغك وتبدا تفهم ان هي دي الحياه، هتبدا تتقبل الموضوع ده، هيبدا الريجكشن عندك تتعامل معاه بشكل افضل من الشكل اللي انت بتتعامل بيه دلوقتي. تالت خرافه ان انا لو قلت لا او طلبت حاجه لنفسي فده معناه اني اناني خالص، وبالعكس ده شيء صحي جدا ان انت تعرف تطلب حاجات لنفسك، وما فيهاش حاجه غلط ان انت تبقى اناني شويه في بعض الاوقات عشان راحتك انت. رابع خرافه واخر خرافه معانا، انا ما عنديش القدره على التحكم في اي حاجه. بصوا مش هكدب عليكم، هي somehow true، هي حقيقيه لحد ما. انت ما عندكش القدره على التحكم في تصرفات الاخرين، انت قدرتك على التحكم بتقف عندك انت بس. انا اللي في ايدي اتحكم في تصرفاتي واتحكم في قراراتي واتحكم في مشاعري. اللي مش في ايدي ان انا مطلب حاجه من حد اخليه يقول لا، اللي انا مش في ايدي رياكشن الناس التانية هيبقى عامل ازاي. انت مش مسؤول عن رياكشنات الناس التانية او تصرفات. بس يا جماعه انا بحب اختم الموضوع ده بمقوله تقريبا للامام علي بتلخص الموضوع بتاع الباوندريز ده. هو كان بيقول فيها لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، خليك دايما وسط. لو لاحظت ان الاسلوب الصحي في الباوندريز اللي هو مش حدود مفتوحة على البحري مخرومة لأي حد، ومش حدود باب مقفول فولاذ بستيل. بي كايند يا جماعة. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة عن الباوندريز، أتمنى تكون عجبتكم. أنا عمرو خاطر ودي كانت سكة سفر، وأشوفكم الحلقة الجاية.